السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل اكل حاجة حلوة صيفي كده زي الايس كريم. هي الكاستر بالجيلي. هنعملها بالفاكهة وبالبسكوت وبالمكسرات. يلا بينا نبدأ. بسم الله، صلوا على رسول الله. هنحط هنا كوبايتين لبن، ونص كوباية سكر، 3 معالق كاستر، معلقة نشا واحدة على البارد كده، ونقلبهم كويس. مش هنحطهم على النار دلوقتي، لما نحضر البسكوت الاول. هنا معانا البسكوت اهو. هنبل البسكوت في الحليب. بسم الله. ونطلعه على طول نحطه في الطبق. انا كده يا حبايبي رصيت البسكوت كله وقطعت عليه شويه موز. ممكن برضو نحط حتتين تفاح عليه، برضو حتتين تفاح اهو على البسكوت، وبرضو حبيتين عنب كده. ده كده جاهز. احنا هننزل عليه الكاستر على طول، فهنحطه بقى كده على جنب، وهنشوف الكاستر اللي متكسراه. البوله فاضيه اهي عشان هنقلبها كده. هنحط فيها الزبيب والبشر، اي مكسرات عندك، سوداني، زبيب، بشر، اللي انت بتحبيه. يبقى انا كده عملت اللي بالبسكوت وعملت اللي بالمكسرات، ودول هننزل فيهم الكريمه على طول بقى. دول هصب فيهم الكريمه على طول، والفاكهه بقى هنخليها على الوش كده. بقى هنولع على الكاستر. هنقلب بقى الكاستر كده لحد ما يتقل معانا، وبعد كده نحطه في الطبق بتاعتنا. هنا يا حبايبي اهو، انا كده طفيت النار عليه. هنحط الاول على البسكوت، وبعدين هنحط المكسرات. احنا هنكمل الباقي جيلي. شايفين القوام؟ هنا بقى عشان قبل ما يجمد هنحط فيه الموز كده، عشان لما نحط الجيل عليه الموز ما يعومش لفوق. هنا بقى يا حبايبي عندي كوبايه ميه مغليه للجيلي. هنحط فيها معلقه جيلاتينا، وهنفضي باكوان جيلي، وهنقلب كويس. هنقلب لحد السكر ما يدوب والجيلي والجيلاتينا. معانا ربع كوبايه سكر. السكر بقى حسب الرغبه. هنقلب كويس خالص كده. انا هنا حطيت مكسرات تحت، ممكن كنت ما نحطش فاكهه، نستكفى بالمكسرات. وهنا في فاكهه وهنحط عليها الجيلي. يبقى حطينا كوبايه ميه مغليه فيها باكوان جيلي، فيها معلقه جيلاتين. الجيلي ده عشان يجمد معانا بسرعه شويه. كوبايه ميه متلجه كده. هندوبه كويس خالص ونتاكد ان كل حاجه دابت. صلى على رسول الله. هنصب بقى الجيلي بالراحه خالص علشان ما ينزلش تحت. ده اللي بالبسكوت. ده عباره عن 3 طبقات قدامنا يعني. وده اللي بالمكسرات. ممكن نستغنى عن الفاكهه، ممكن نحط فاكهه، بس الاساسي فيه المكسرات. ده بقى جيلي بس. هنحطه بقى كده في التلاجة، ولما يطلع نقدمه مع بعض ان شاء الله. ده بقى البسكوت، طبقة البسكوت، الكريمة والكاستر. هنا يا حبايبي الجيلي والكاستر اهو جامد معانا وزي الفل اهو. طبقتين اهو. ده طبق الجيلي بس،